في يوم من الأيام، كان هناك مسافر يجوب العالم بحثا عن المغامرات والتجارب الجديدة. كانت حقيبته الوحيدة تحمل قصصا لمغامراته السابقة وأحلامه المستقبلية. خلال رحلته التقى بأناس مختلفين وزار أماكن لم يكن يتوقعها يوما ما، ومع كل محطة جديدة كان يتعلم دروسا جديدة عن الحياة والثقافات المختلفة. كانت رحلته ليست مجرد اكتشاف للعالم الخارجي، بل كانت أيضا رحلة داخلية لاكتشاف الذات وتطويرها. ولكن بينما كان يتجول شعر بأنه بدأ يفتقد لشيء ما، شيء لم يستطع تحديده بدقة. وفي أحد الأيام وجد نفسه يجلس على شاطئ البحر، يستمع إلى أمواجه ويراقب غروب الشمس. وفجأة شعر بالسلام الداخلي يملأ قلبه، فهناك في لحظة الهدوء والسكينة اكتشف أن الشيء الذي كان يبحث عنه لم يكن خارجيا، بل كان داخله طوال الوقت. ومنذ ذلك الحين استمر في رحلته، لكن هذه المرة بوعي أكبر للجمال الذي يمكن أن يجده في كل لحظة وفي كل مكان.